مشاهدينا الكرام، مساء الخير. أسعد الله مساءكم بكل حب وخير. يتجدد اللقاء وعين الوطن. تقبلوا تحياتي رامي العقاد وتقبلوا تحيات فريق العمل. حلقة جديدة مهمة بنناقش فيها موضوع في غاية الأهمية، وضيفنا هو ضيف عزيز وله العديد من الآراء الهامة على الساحة المصرية. الحقيقة، هل المعارضة والحكومة هما وجهان لعملة واحدة؟ هل المعارضة والنظام الحالي هما وجهان لعملة واحدة، خاصة بعد أن العديد من المواطنين أصبحوا يروا أن كل نظام أو المعارضة تسعى إلى المصلحة الشخصية أو الحزبية دون النظر إلى الرجوع إلى المواطن البسيط؟ وإذا كان هذا الكلام خطأ، فأين دور الرئاسة والحكومة في الشارع ومع المواطن البسيط؟ والمعارضة ما هو دورها؟ هل مجرد الدعوة إلى مليونيات فقط أم أن لها وجود في الشارع؟ سنتحدث اليوم عن الشأن المصري، المشهد السياسي المصري، من وجهة نظر شخصية لها نضال ولها مقولات شهيرة جدا ولها إسهامات في المجتمع المصري. ضيفنا اليوم هو الدكتور كمال الهلباوي، المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين في الغرب والرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا والكاتب المصري والمحلل السياسي. دعونا نرحب في برنامج عين الوطن بالدكتور كمال الهلباوي. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا يا كرام، لعلك بخير. الحمد لله بخير وسعداء موفقين دائما. نعم، ربنا يخليك. وسعداء جدا يعني بأنك تقبلت الدعوة وجيت نورتنا في برنامج عين الوطن. سعادتي بالتأكيد أكبر، يعني ربنا يخليك يا دكتور. احترامي لكم. دكتور، في البداية حضرتك كنت من أكبر القيادين في جماعة الإخوان المسلمين، ولكنك تقدمت بالاستقالة في 31 مارس 2012. الحقيقة، ما السبب وراء تقدم الكثير من القيادين استقالتهم من جماعة الإخوان المسلمين؟ هل البعض يرى بأنه تحكم المهندس خيرت الشاطر في السياسات الداخلية للجماعة، أم اعتراضا على السياسات الداخلية أو السياسة العامة للجماعة في الفترة الأخيرة؟ بسم الله والحمد لله. طبعا السؤال ده يعني زي ما بيقول العرب، أكل عليه الدهر وشرب. نعم. بمعنى أنه يعني تدوي الكثير، ولكن أنت سألت عن نقطة جديدة وجمعت فيها الذين استقالوا، وهل له علاقة بما يفعل الشاطر أم ليس له علاقة؟ كل واحد ممن استقالوا له ظروفه الخاصة وله أسبابه الخاصة، ومنها ما هو مقبول ومنها ما هو قد يكون زيادة في الأمر، ومنها ما يعبر عن مرارة لمسها المستقيل، ومنها ما يعبر عن حقيقة وأخطاء يجب أن تعالج. أنا لا أعرف إذا كان حد من المستقلين، باعتبار أن أنا كنت في الخارج فترة طويلة، له لاستقالته علاقة مباشرة بخيرت الشاطر أم لا. إنما يعني أقول من الخطأ إن واحد يستقيل من نظام أو من حركة كبيرة زي حركة الإخوان المسلمين لخلاف بينه وبين شخص فيه، نعم، مهما كانت مرتبة هذا الشخص. إنما بالتأكيد في أسباب جوهرية هي التي أدت بالإخوة أن يستقيلوا. نعم. بالنسبة لي أنا شخصيا، يعني كان بعد تعمق ودراسة معمقة ومشاهدة لأداء الإخوان على الساحة، وخاصة ما يتعلق بالثورة، لأن احنا في أثناء المعارضة ووجودي في المنفى سنوات طويلة كنا ضد هذا النظام القائم، وكان لنا أقوال ومقولات مشهورة. نعم. ولنا مواقف تجاه قضايا معينة ما كانش ممكن أبدا ان احنا نتنازل عنها بسهولة إذا تغيرت المقاعد أو تغيرت الظروف. نعم. إنما أهم ما كان يشغلني منذ أن جئت هو أنه كان الإخوان أثناء الثورة اجتمعوا مع عمر سليمان في أثناء الثورة، نعم. رغم الدور الجيد اللي أدوه وإن جاء متأخرا. يعني
أيضا إعلانهم أنهم لن يترشحوا للرئاسة يوم 10 فبراير 2011. نعم. والعدول. ولسه الرئيس موجود في السلطة. مم. فكان له مغزى غريب جدا، إنما أنا كتمته وقلت خليه لما أنزل مصر ونشوف إيه الأسباب. نعم. ونجحت الثورة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، وجئنا إلى هنا لقيت الثورة بتموت وبتذبل، والإخوان انفضوا عنها بشكل سريع وركزوا على العمل الديمقراطي أو السياسي، وثارت قضية الرئاسة، فتردد الإخوان كثيرا في الترشيح للرئاسة. هو حق لهم مثلما هو حق لغيرهم، إنما التردد وكون الإنسان يقول كلام وينقضه في حركة كبيرة زي دي، ده جزء من تاريخ. نعم. يعني ما هوش جيد قوي بالنسبة للإخوان. ولكن كان ردهم بدون مقطع كلام حضرتك ان احنا بننقذ البلد، بننقذ الثوره، فاثرنا ان احنا ننزل هم ما انقذوش البلد ولا الثورة. الثورة ماتت والبلد بتنهار. نعم. تحت حكم الإسلاميين. فما يعني المقولة اللي تقول جوءوا عشان ينقذهم لم تتحقق. نعم. أنا أقول النية خالصة لا بأس، إنما لم تتحقق لأخطاء كثيرة في العموم، ومنها أخطاء في الإخوان وفي حزب الحرية والعدالة وفي مؤسسة الرئاسة، أخطاء قاتلة لا توجد في أي تجربة ديمقراطية جديدة يعني. نعم. وحضرتك كنت معترض على ترشح خيرت الشاطر بالخصوص أم على السياسة العامة زي ما حضرتك قلت؟ لا، السياسة العامة. لا صحيح، ربما الاستقالة جاءت في يوم ترشيح خيرت الشاطر للرئاسة، إنما لا صلة بين هذا وذاك. أنا قلت لك أنا لا يمكن أستقيل لأن الإخوان رشحوا واحد أو اثنين، إنما نستقيل لأن الأداء نعم غير جيد. ولكن حضرتك كنت بتقول دايما ان موجود ابو الفتوح، موجود كان ساعتها حازم صلاح ابو اسماعيل، فكانش من الداعي نزول يعني الصراع بين الاسلاميين لا يؤدي الى خير. ولذلك انا عندي شيء يا اخ رامي اذا سمحت اوضحه. الحاله السياسيه احنا عندنا اكثر من 70 حزب، يمكن 75 حزب او لما تحسب التيارات الفكريه والسياسية الموجودة في البلد تلاقي 5 6. صح. يعني في التيار الإسلامي بكل أطيافه، من متشددين وغير من سلفيين ووسطيين، من صوفيين والتيار الناصري، والتيار الليبرالي العلماني، والتيار القومي وإن كان له علاقة بالناصري، والتيار الاشتراكي والشيوعي، والتيار اللي بيسموه دايما سنتر في الوسط. مش حزب الوسط. نعم. لا، تيار في الوسط. نعم. منه ما هو يمين ومنه ما هو يسار. هذه كلها 5 6 تيارات. ايه داعي ان يكون عندنا 70 حزب او 75 حزب؟ هذا دليل على التجزئة. صح. و10,000 ائتلاف. انا بسميها سايكس بيكو الاحزاب في مصر. نعم. نعم. سايكس بيكو اللي قسمت العالم العربي هي سايكس بيكو اللي جعلت الأحزاب السياسية في مصر. لو كل تيار عنده حزب أو حزبين يبقى عندك على الأكثر 10 أحزاب تتصارع فيما بينها. العالم الديمقراطي في الخارج مفيش أبدا دولة فيها أكثر من 5 أحزاب لها قيمة أبدا. بريطانيا أكثر الدول اللي فيها هذه الأحزاب، وألمانيا. فيه حزب العمال، فيه المحافظين، في الليبرال ديمقراطس، في القوميين، في الجرين الخضر. بعد كده في احزاب صغيره ملهاش قيمه خالص ولا يمكن هتيجي تحكم البلد. انما دي الاحزاب اللي ممكن تتحالف وتحكم، زي حزب المحافظين الان والليبراليين الديمقراطيين هم اللي بيحكموا البلد بالتحالف. فرغم ان اكبر حزبين هم المحافظين والعمال في امريكا. صح. الجمهوريين والديمقراطيين. ما فيش في احزاب تانية صغيرة انما لا تعدو. نعم. فاذا احنا في ازمة سياسية حتى بين التيارات الداخلية. نعم. الان في صراع بين الاسلاميين. مظبوط. بين وحزب النور انقسم، وحزب النور عنده مشاكله مع الاخوان،
واللي بيفكر في عمل حكومة جديدة زي حكومة الإنقاذ، والسلفيين اللي رايحين أمريكا يعرضوا نفسهم. يعني أنت عندك أزمة مش بس بين الليبراليين وبين الإسلاميين، لا الاسلاميين ذات نفسهم في كل تيار في أزمة. نعم. ودي مشكلة حقيقية، ولذلك أنا أدعو الأحزاب جميعا نعم. نعم. إنهم الإسلاميين يجتمعوا مع بعض الأول ويحلوا مشاكلهم، صح. والناصريين مع بعض ويحلوا مشاكلهم ويشوفوا واحد يختاروه زي حمدين صباح، والقوميين هكذا، والاشتراكيين هكذا، حد يمثلهم، والليبراليين هكذا. نعم. ويختاروا قيادات الشباب بيحبها ويثق فيها، شباب الثورة المخلص وقادرة على التواصل مع الناس يعني. نعم. طب دكتور كمال، حضرتك ذكرت ان في امريكا وبقى في اكبر حزبين وفي كذا دوله. طب في مصر بقى من وجهه نظرك مين هم اكبر حزبين موجودين دلوقتي؟ لا، هو ما فيش الا حزب الحريه والعداله، هو الحزب المنظم، لانه ناتج عن حركه منظمه بتشتغل من 80 سنه وتعرضت لاضطهادات كثيره. ويليه حزب النور اللي جه في زحمه، عمرهم ما كانوا بيفكروا في السياسه، انما حزب النور جه في زحمه الثوره. نعم. واستفاده من الوضع القائم. نعم. انما ما كانش في ذهنهم انهم يبقوا حزب كبير. نعم. اسلامي. بل بعضهم كان بيمقت الديمقراطيه، فاذا بالديمقراطيه تحوطنا وكاننا بنعيش في ظلال الديمقراطيه. نعم. رغم ما فيها مما لا يصلح لعقلنا. نعم. العربي والاسلامي يعني. طب هل في حزب بينافس ورا الاثنين دول من وجهه نظرك؟ بالتأكيد هتطلع يعني حزب التيار الشعبي له يعني، وبالتأكيد حزب مصر القوية له سمعة أيضا جيدة. وبالتأكيد الوسط كان اكتسب أيضا أهمية. نعم. وحزب الوفد أيضا موجود، وغد الثورة إلى حد ما موجود برضه. إنما الأحزاب دي ليست في وضع تنظيمي. نعم. تنظيمي واحتكاك بالشعب يسمح لهم بمنافسة حزب الحرية والعدالة الآن. نعم. الوفد كان له تاريخ طويل، أطول من الإخوان المسلمين وأكبر وأوسع من الإخوان المسلمين. إنما لو إن الوفد أصبح له قيادة زي القيادات التاريخية اللي نعرفها قديمة، كان ممكن يصل إلى الناس وما إلى ذلك. دكتور، رأي حضرتك في أداء الدكتور محمد مرسي منذ توليه الرئاسة حتى الآن، رأيك في الأداء وخاصة القرارات التي اتخذها في هذه الفترة الوجيزة؟ لا، ما بقتش وجيزة يا أخ رامي. بقت سنة، حوالي سنة. طيب دي مش وجيزة، ده ربع. ده ربع. 25% أو 20% من الزمن. نعم. المقرر له الآن باعتبار أنه 10 شهور وشوية يعني. نعم. والحقيقة يمكن خد قرارات كتير في أول فترة بعد توليه كمان الحكم. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. بالتأكيد. يعني اللي ينظر لأداء الدكتور مرسي يجد أنه أدنى مما كان هو متوقع منه. ده بصفة عامة يعني. بالتأكيد خد قرارات كويسة بيتكلموا عليها في الإنجازات اللي اشتغل بيها، والاتصالات والسفريات للخارج، وعمل اتفاقيات مع بعض الناس تأتي وكده. إنما لم يصوب سهامه إلى القضايا الأربعة المهمة اللي هي تخدم أهداف الثورة: العيش والحرية والكرامة والعدالة. وحط على كتفه جبال لم يستطع أن يقوم بها. في 100 يوم الأولى حط على كتفه 5 قضايا ما عملش منها شيء واضح. نعم. ولما جه يبرر أو يدي نسب للبتاع في يوم 6 أكتوبر في الاستاد، يعني أخطأ خطأ فاحشا كنت أتمنى أنه كأستاذ جامعة ما يقعش فيه. لأن قضية تقويم الأداء ده والخروج بنسب له طرق علمية. نعم. أكيد هو يعلمها بحكم أنه كان أستاذ جامعة. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد يعلم هذا. والإخوان يعلموا هذا. إنما كان الكلام كأنه أنا آسف والله على قهوة، ناس بتتكلم على قهوة،
مش بتتكلم في دولة ومستقبل دولة والسياسة، وواحد عايز يتحاسب. نعم. ولو كان الدكتور مرسي جادا في النسب دي كان شكل فريق قومي، مش من الإخوان المسلمين ولا من الإسلاميين، فريق قومي وطني يعمل تقويم، عدة ندوات لتقويم الأداء والخروج بنسب معينة يقولها على الناس. نعم. وده يكون أشرف وأكمل صح. للرئيس، وخاصة أنه بينتمي إلى تيار إسلامي. نعم. يعني يؤمن ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. دكتور معلش، هل الإخوان هم ما حسبوهاش صح أو اتسرعوا، أو يعني كانوا حاسبين حاجة وطلعت حاجة تانية، اكتشفوا كانوا حاطين خطة معينة وفوجئوا بحاجات ما كانتش في الحسبان طلعت لهم، فعشان كده زي ما بتقول ما وفوش بالوعود مثلا في أول 100 يوم أو بعد ال 100 يوم؟ لا، أنا ماليش دعوة بالإخوان. أنا ليه دعوة باللي في قدامي. أنا هقول لك سؤال يا رامي. لو أنت رايح سينما أو مسرح، شوف مسرحية، بتشغل نفسك باللي ورا الستارة ولا بتشغل نفسك باللي قدام الستارة؟ ماليش دعوة غير باللي في الفيلم دلوقتي. الله يكرمك. نعم. فاحنا قدامنا مرسي قدام الستارة وتصدر المشهد. أنا لا يعنيني في كثير ولا قليل أن أصرف أمري ووقتي مين اللي وراه، إلا إذا جت تقارير محكمة نعم. وعاقلة وصدر عن معاهد دراسات محترمة تبين لي إن وراه حد. إنما أنا مش هقدر أقوم بالدراسة دي لوحدي. صح. والدراسات اللي معمولة وبتتكلم فيها كتير من التهييج وليس من العقل والحكم. فأنا خروجا من الأزمة أقول اللي قدامه هو الدكتور مرسي رئيس الدولة، يجب أن يحاسب، ويكون هناك طريقة لمحاسبته عن الأداء، ويجب أن يكون هناك طريقة لتقويم الأداء. حتى لا يصدر إنجازات الناس تقول عليها ده المنافقين، ده الشلة اللي حواليه، ده اللي عمل كذا، وفيها أشياء مضحكة. فيها أشياء مضحكة وإن كان كتبها بعض الأساتذة العلماء عن إنجازات مرسي، إنما مضحكة في الواقع. طب دكتور، يعني البعض بيرى أن هذه الأخطاء أو بعض من هذه الأخطاء نابعة من تدخل مكتب الإرشاد في الحكم. البعض بيتردد أن مكتب الإرشاد هو اللي بيحكم. رأي حضرتك إيه؟ ما أنا قلت لك، أنا من منهجي أنظر أمام الستار، لا أنظر وراء الستار. بالتأكيد مرسي بالتأكيد ما خلعش نفسه من حزب الحرية والعدالة ولا من الإخوان، والاختيارات الموجودة لأهل الثقة تؤكد هذا، وخروج الناس من المستشارين وما إلى ذلك تؤكد هذا. إنما أنا مش عايز أعتبر ده حقيقة فاكت يعني 100%. إنما عايز أقول هو مفوض بموجب الدستور إنه يحكم البلد، والدستور اتعمل، ورغم ما فيه من عيوب المصريين قالوا نعم بنسبة 66% تقريبا يعني. ف يجب أن يحاسب وفق هذا الدستور. أنا لم أرى هناك مادة واضحة في الدستور تبين كيفية محاسبة رئيس الدولة. نعم. وكأننا أيضا في العهد الماضي بالنسبة للنقط دي في الدستور. نعم. فأنا قدامي مرسي والرئاسة، هو لو حوسب يقول والله ده غلط فلان أو فلان، حينئذ نعم. يمكن أن نقول مكتب الإرشاد نعم. أو غيره يعني. دكتور كمال، رأيك كيف في التشكيل الوزاري الجديد، وشايف إيه سر الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسا للوزراء؟ يعني المطالبة الشعب أو جزء من الشعب أو اللي طلعوا واستجيب لهم كانت يعني شيل الوزارة كلها وإحلال وزارة تقدر تنهض بالبلد. وكان دايما مرسي ومن يسأل من الإسلاميين يقول مفيش ضرورة، ده المدة باقية شهر شهرين، الله أعلم إمتى المدة تنتهي في ضوء القضايا المرفوعة
والتوجهات السياسية القائمة في البلد. نعم. الناس اللي أعرفهم المحتكين بالوزارة شاهدوا بأن كان هناك وزير شغال بتاع التموين دكتور باسم عودة، وشاهدوا له رغم أن بعضهم غير إسلامي وبعضهم في المعارضة، مظبوط. إنما شافوا إنجازه موجود. الناس عندها حاسة كبيرة الآن إنها تعرف النفاق وتكره النفاق، وتعرف العجز وتكره العجز، حتى لو هم مش قادرين يصلحوا. صح. إنما الناس تفتن بالقوة وبالأداء الجميل نعم. وبالشجاعة وبالقيم الموجودة عندنا، نعم. إنما لا تفتن أبدا بالنفاق ولا التبرير. نعم. ولذلك الوزارة عايز أقول زي العرب ما بيقولوا كأنك يا أبو زيت ما غزيت، قال إن جت تغيير قليل دي الخلاصة. كأنك يا أبو زيت ما غزيت. يعني حضرتك شايف يا دكتور ان المواطن البسيط دلوقتي بقى عنده ترمومتر يعرف مين اللي شغال ومين اللي مش شغال ومين اللي بينافق وبيضحك عليه بالكلام ومين اللي 100%. نعم. حتى الأطفال في البيوت الآن بتعرف. في ناس غيروا توجهاتهم، أبنائهم بيتكلموا عليهم وبينكتوا عليهم. في ناس مثلا لا يرى إلا زي ما بيقول الشاعر يعني عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تبدي المساوية أو المساوئة. ففي ناس، والمثل المصري أيضا اللي ممكن يبقى نظرية سياسية في النفاق، حبيبك يمضغ لك الزلط وعدوك يتمنى لك الغلط. يعني أمثال صحيح كانت بتتقال في مناسبات لكن أخرى، فعلا ليها إنما ليها صلة بالواقع اللي احنا موجودين فيه. ليها صلة بهذا. الشعب أصبح يلمس النفاق، وأنا متأكد إن حتى اللي بيدعموا مرسي مش عايزين يتكلموا على أخطائه، يعرفوا التبريرات وما هو صح وما هو خطأ. إنما بيبقى عندهم لو مشي ده هيجي مين؟ ما احنا لازم نحافظ عليه ونديله فرصة. والخطأ كله على الثورة المضادة، ما حدش بيغلط نفسه. صح. وما حدش يعني بيرى إن عنده خطأ. كله شايف نفسه إن هو، ودي مشكلة إن احنا نرمي التهمة على الآخرين. صح. مشكلة كبيرة جدا. يعني تجعل الشعب لا يعرف طريقه، لأنه لا يلمس المشكلة الحقيقية. يعني زي ما واحد يروح للطبيب يقعد يدوخه، يقول له يبقى يعني يقول له يا عم أنا عندي مرض في البطن في المعدة، أنا شايفه اهو قدامي سوء الأداء. يقول له ده أصل أنت يمكن كلت جرجير ولا كلت شوية بطاطس ولا رحت مطعم مش كويس. يبتدي يديله حاجات غريبة جدا، ما يركزش على الهدف أو الحاجة. أيوه. وأيضا هذا الطبيب لأنه غير موجه عنايته للمرض الأصلي، تلاقيه يكتب للمريض 10 أدوية، يقول لك إذا ده ما ينفعش ينفع ده، إذا ده ما ينفعش ينفع ده. والوصفات دي انقلبت من الطب إلى السياسة. فاحنا لأنه ما فيش وضوح كامل. حضرتك بتعمل استعارات جميلة جدا، يعني حاجات من فعلا حصلت يعني أو ما ده البيئة بتاعتنا. نعم. يعني أنا مرتبط بالبيئة ومرتبط بالسياسة. نعم. الاثنين، وأنا شايف الاثنين. نعم. يعني موجودين قدامي. نعم. وربما أيضا مواطن بسيط أو مواطن أمي أو مواطنة لا تعرف قراءة ولا كتابة، ولكن يمكن أن تحكم أو تقول رأيها في شيء ربما يكون صحيحا 100%. ما أنا بسمع بعض الناس من القرى، من العزب، بمشي بروح البلد كفر البتنوم منوفية، وبمر على قرى كثيرة يستوقفوني واتكلم مع الناس، وبسمع رجال ونساء وأمهات منهم اللي بيدعوا المرسي وهم قلة الآن، ومنهم اللي بيدعوا على مرسي وهم في كثرة للأسف الشديد. نعم. ويجب الناس تمشي على القرى دي وتجيب تقارير من هناك. صح. والناس بتضحك وناس بتنكت. مرسي من أكبر الأخطاء اللي اتعملت في الرئاسة
ونتيجة الأخطاء إن مرسي إدى شهرة لباسم يوسف، رغم إن باسم يوسف ده راجل فكاهي صحيح، لو التزم حدود وحط خطوط حمراء ليه تتفق مع أعراف الوطن يكون أكثر جدوى وأفضل. إنما بالتأكيد وجد في أخطاء مرسي والرئاسة يعني منتجع ضخم جدا إنه يعمل الفكاهة بتاعته. يعني شايفه كان ماده خصبه أيوة، باسم يوسف. أنا شخصيا شايف إن البلد في اكتئاب. أما تمشي في الشارع الناس مكتئبة، ويجب على مرسي إنه يسمح مع التوجيه لناس زي باسم يوسف مش ياخدوا المحكمة. يعني كان يجيب ويدعوه يقول له تعالى أنا عايز أعمل معاك حلقة من الحلقات، ويرفعوا شوية عن الشعب ويوجهوا في نفس الوقت إنه التوجيه نعم. يعني ابعد عن الأعراف المستقرة نعم. وما يضايق الناس، واشتغل براحتك، انقد. نعم. لأن النقد مهم. نعم. وبيرفه عن المشاهدين. إذا أنت بتدعو أنا شفت حلقتين 2. نعم. وكنت في مكان ومشغلين ما أقدرش أقول لهم يقفلوا لأن ببقى دايما مشغول. نعم. إنما أنا وجدت كلمة إن إحنا نقول أن هذا الرجل يعني يعين في ذهاب الاكتئاب من الناس ويروح عن المكتئبين. فإيه المانع إنه تسيبه بس مع توجيه نعم. لما هو فيه أخطاء يعني. إذا أنت كمان وجهت وقلت الرئيس مرسي يتحاور مع باسم يوسف أو يبقى في لقاء مع لما باسم لا؟ يوسف لما أو مع لا؟ أي حد معارض من أجل هو ده الوطن إن إحنا كلنا نسمع لبعض. يعني الحكام الأمريكان منهم فنانين وماسكين ولايات في ومنهم أمريكا. ممثلين. صح صح صح. يعني مش نعم. مش مشكلة. نعم. انت في فترة انتقالية حتى تستقر أعراف جديدة، والإعلام والفن والسياسة يلتزموا بهذه الأعراف. انت محتاج فترة تسود فيها الاعتراف بالقيم وتأصيل القيم. نعم. وما إلى ذلك. إنما لما كل ما حد يغلط من وجهة نظرك تقدمه المحكمة والسجن وإهانة الرئيس ومش إهانة الرئيس، والله شيء مفزع يعني. نعم. على الرغم انه برضه رجع قال لك انا هسحب كل ولذلك البلاغات. انا بقول للاسلاميين يا اخ رامي كلهم بلا استثناء، انتوا شايفين انكم على حق، احمدوا ربنا. نعم. واشكروا اشكروا القدر انه وصلتوا لهذه انه وجدتم من يضعكم في البيئة اللي بتحبوه. صح. وخدوا عذر للآخرين اللي ما لاقوش هذه الفرصة. نعم. مش انكم تحكموا عليهم بالإعدام وعايزين تقتلوهم وتنفوهم من المجتمع. نعم. احمد، انت شاعر انك في نعمة وغيرك في خطأ، احمد ربنا واستغل النعمة دي والفرصة دي وحط نفسك وزي ما الناس ربوك على النعمة دي. نعم. حاول تساعد الآخرين. نعم. مش تحطهم في السجون وتقدمهم للقضايا. طب ده اللي برضه بياخدنا لسؤال، ان هل النظام الحالي في ظل حكم الاخوان المسلمين شايفه بيختلف على النظام السابق في ظل حكم الحزب الوطني، ولا ام هو استمرار كما قال البعض؟ لا استمرار لا. لو النظام السابق مستمر ما كنتش انا عملت معاك الحوار ده هنا ابدا، ولا ما كنتش موجود. نعم. نعم. ولا غيري من الناس يعني لا ننكر الحريات، انما مش الفضل للاسلاميين، لا، الفضل لله اولا ثم للثوره. نعم. انا ارد الفضل الى اهله اللي فكروا في الثوره وعملوا الثوره واستشهدهم، بما فيهم من كان من الاسلاميين او الاحزاب. الاحزاب دي جت بعد الثوره. الاحزاب دي الاخوان كانوا ممنوعين محظوره، مش كده ولا ايه؟ اسمها المحظوره فعلا. والسلفيين ما يتكلموش في السياسه، والجماعه الاسلاميه عملت مراجعات عشان يعيشوا في هدوء بعيدا عن المشاكل وهم والجهاد. نعم. فجت الثوره دي هي اللي غيرت الوضع بالكامل. مش حتى الفتره الانتقاليه الجيش المجلس العسكري رغم الاخطاء الشنيعه اللي عملها ما قدرش يقتل الثوره. انما الان انا شايف ان الثوره بتقتل.
حضرتك شايف ان الثوره بتقتل الان؟ 100%. نعم. طب رأي حضرتك ايه بقى ما جبت سيرة الجيش في دعوات البعض بنزول الجيش مرة أخرى للحكم، خاصة بعد يعني داخلين عام هو على أو انتخاب أول رئيس مدني الرئيس محمد مرسي، وهل حضرتك مع هذه الدعوات بنزول الجيش أم لا، أم ترفض ذلك؟ أنا عملت حوار من 3 شهور مم. مع جيهان منصور، نعم. وسألتني سؤال عن السيناريوهات المتوقعة لمصر. ففي ذلك الوقت قلت لها إن في 4 سيناريوهات. السيناريو الأولاني كان هو الأمثل، وهو إن الرئاسة تستقيم، الرئاسة تبدأ توظف وتستفيد من خبرات أهل الخبرة والكفاءة لأهل الثقة، تصحح أوضاعها، تعين في القضاء على الانقسام المجتمعي الموجود والفتنة الطائفية والفتنة التكفيرية وما إلى ذلك، وتركز على أهداف الثورة وكيفية تحققها. إذا حصل هذا الأمثل، نعم. والناس كلها تفرح بمرسي وتفرح بالإسلاميين ويعضدوهم كما وقفوا معهم في ميدان التحرير أيام ما كشف صدره وكذا، ووقفوا معه في الانتخابات ضد أحمد شفيق. أحمد شفيق. هذا أول سيناريو. أنا الآن شايف إن السيناريو ده اتأخر وما بيتعملش. تاني سيناريو، وخصوصا يا أخ رامي، إذا البلد انتقلت من دولة عميقة أيام مبارك واستمرار في الفترة الانتقالية إلى دولة فاشلة، وهي تسير في هذا فشل اقتصادي وفشل سياسي وفشل أخلاقي، تسير في اتجاه الفشل العام. حضرتك شايف؟ بالتأكيد بالتأكيد اللي بيحصل ده ما بيصبش مصلحة الوطن، مش تقدم. الديون اللي بنسعى إليها أو الاستثمارات، المشاكل اللي بتثار، خطف الجنود في سيناء، قتل الناس في رمضان اللي فات الجنود أيضا، الجرائم اللي بترتكب كل ده ما فيش حد يقدر يعالجه نعم. إلا جهة منظمة. وعلى الناس أن تختار بين أن الدولة تسير في طريق الفشل وربما يبقى فيه تدخل دولي أو ما إلى ذلك، ومؤسسات زي أيام إسماعيل باشا، أو أن الجيش يحافظ على وحدة هذا الوطن ويوقف تدهوره بأنه جهة منتظمة، ولكن لمدة سنة أو سنتين يجرى خلالها انتخابات جديدة وما إلى ذلك. إنما كلام الوزير السيسي مؤخرا قال احنا ما هيش سنة أو سنتين واحنا مش هنتدخل وكذا، ورئيس منتخب، لأن الجيش لو جه هيقعد 30 أو 40 سنة. هذا الكلام أنا فهمته بهذا الشكل، ما أدري إذا فهمته بصح ولا غلط، إنما أنا فهمته كده. ورغم هذا أنا مع أن الدولة لا تصل إلى مرحلة الفشل. أنقذها من أنقذها من المواطنين حتى لو الجيش. السيناريو الثالث وهو الأبشع قبل الأخير، هو أنه تحصل فوضى عارمة في البلد، وربما حركة تمرد واحدة من هذه الحركات رغم مشروعية ما يطالبون به. معلش بقى نقف قبل ما نخش في السيناريو الرابع على حركة تمرد. ورأي حضرتك هذه الحركة خاصة وهي يعني بين مشروعية الرئيس وشرعيته، يعني بين بتتكلم فيه، فحضرتك رأيك كيف الحملة، خاصة ان هم بيقولوا عايزين يجمعوا 15 مليون، وهل ممكن تكون إذا جمعوا 15 مليون أو قدروا يجيبوا 10 مليون ميادين التحرير يقفوا في يوم واحد، انتهى الأمر. بمعنى انتهى الأمر ايه؟ بمعنى انه ما عادش هناك شرعية للرئيس، تسقط لأن اللي هيقف وينادوا بسقوطه أكثر من اللي انتخبوه. فحينئذ يمكن عمل انتخابات مبكرة. طب ما إذا استطاعوا أنهم يجيبوا 15 مليون. نعم. مش توقيع. توقيع ويطلع الميدان. طيب ما الاخوان هترد هتقول لك ما في، والجبهات الاسلاميه ما يقدروش عملوا حمله تجرد، وقال لك ان هيبقى فين شرعيه الصندوق وفين الانتخابات وفين شرعيه الصندوق ده على اساس ان انت تؤدي المهام المنوطه بك كرئيس. نعم. وتقود البلد الى النجاح. نعم. مش تقود البلد الى الفشل. هو انا انتخبتك عشان مصر تفشل؟
وانا انتخبتك عشان تحكم في البلد؟ وانا انتخبتك عشان تضيق الحريات؟ وانا انتخبتك عشان تعادي الافراد بتهم اهانه الرئيس وغيره؟ انا ما انتخبتكش عشان كده، انتخبتك عشان البلد تقوى وتستمر وتحقق اهداف الثوره زي هو ما قال ووعد نفسه. نعم. وتجيب حق الشهداء. نعم. اذا ما عملتش كده يبقى انت اللي خالفت مش انا اللي خالفت. تمام. وتبقى الصندوق انت استغليت الصندوق فتره لا يحق لك انك تستمر فيه. نعم. السيناريو الرابع وهو الأخطر على الإطلاق، ورغم أن الناس وناس كتير قالوا لي وكلموني خيالك بعيد، قلت لهم أنا طول عمري خيالي بعيد بس أحيانا بيتحقق يعني. هل توقعت حاجات حصلت بالفعل؟ نعم، في أفغانستان على سبيل المثال عندما أخطأ الجميع وقالوا أن هنا ستقام دولة الإسلام، قلت لهم أنا بعد ما ينتهي الجهاد الإسلاميون سيحاربون بعضهم بعض، ولو عندنا أسلحة أكتر شوية هتلاقي نفس المنظر في مصر. ولذلك السلاح خطير جدا في إيد الناس. فحاجات كتيرة مش عايزين ندخل فيها إنما خلينا ندخل في هذا. نعم. الأمريكان تنظر إلى الوطن المصري باعتبار أنه أهم دولة عربية وهم يعرفون ذلك، ولحياة إسرائيل وأمن إسرائيل لازم المحور ده يكون متلاين معانا أو هتظل إسرائيل في خطر. إسرائيل خلصت من العراق، بتخلص الآن من سوريا، بغض النظر عن المستفيد الوحيد مما يحدث في سوريا في ظني هم إسرائيل والأمريكان، لا الأطراف كلها بتخسر. فإذا حدث أمران في مصر وأنا أرى بوادر لهما متفرقات، ستدخل أمريكا مصر. إيه هي المتفرقات اللي أنا شايفها بخصوص الأمرين؟ الأمر الأول زيادة العنف لدرجة تعتبرها أمريكا إرهابا، فحينئذ سترى أن مصر عجزت عن علاج الإرهاب وهي وراء أي إرهاب. إذا سيكون مدخل مدخل ومبرر. وممكن يكون برضو لما لجنة حريات عندهم قالوا ان احنا بنعامل المسيحيين او الاقليات وعدم البت في القضايا الخاصة. انت جبت جزء من البرنامج الثاني، المبرر الثاني. نعم. لان المبرر الثاني هو سوء معاملة الاقليات او الخطأ في معاملة الاقليات. وانا ارى لهذا بوادر، ما حصل في الخصوص وما حصل في اسكندرية قريب وما حصل في بعض المناطق الأخرى، أيا كان المشاكل سياسية أو غير سياسية، دينية أو غير دينية، أيا كان المشاكل. يعني حتى لو فتاة قبطية اتجوزت مسلم أو مسلمة اتجوزت قبطي وثار بسبب هذا نقاش في مفهوم أمريكا اضطهاد الأقليات، اضطهاد الأقليات سواء المرأة أو الأقباط أو غيرهم، وضياع حقوقهم أو عدم مساواتهم. هنا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان وميثاق حقوق الإنسان، وهنا تستطيع أمريكا أن تتدخل بما فرضته من مفاهيم سائدة في العالم الغربي اليوم وتحالفات موجودة. ولا تتعجب ان بعض الدول الاسلامية او بعض الدول اللي انت بتتكلم عن الحرية فيها هي اعضاء في الناتو زي تركيا، انها تعمل جيوش تيجي مصر زي ما عملت. كانت الجيوش اتراك في افغانستان بتحارب. صحيح الاتراك قالوا احنا جيوشنا ورا في اللوجستيات، انما هم كجزء من الناتو لا يستطيعوا مخالفة أوامر الناتو. يعني ممكن الأتراك أيضا أو من يعتبر أو من يحسبوا على التيار الإسلامي يكونوا من ضمن الناس المشاركين. جنودهم تيجي تشارك لأنه ده ناتو ومعاهدات استراتيجية واتفاقيات، إلا إذا طلعوا من ناتو وقالوا لا احنا مع العالم العربي والإسلام، وده لن يحدث الآن يعني بشكل واضح يعني. وأنا اديتك مثال. نعم.
الجنود الاتراك في افغانستان. أفغانستان. افغانستان دوله مسلمه، تركيا دوله مسلمه، انما الناتو هو اللي بيحارب في افغانستان، مظبوط. وتركيا جزء من هذا الناتو. إذا هذا السيناريو الرابع مبني أيضا هذا على أسوأ سيناريو على الإطلاق. مم. أمريكا أنا متأكد أنها تتمنى أن يكون لها قواعد في مصر، نعم. لأن لها في الخليج، في قطر يعني عظيمة قوي، القواعد العسكرية العديد في السعودية، في الكويت، في كل حتة، في العراق بعضها موجود، في أفغانستان موجود. فأنت ما فيش إلا مصر. نعم. في الناتو في ليبيا لازال له مشاركة. فأنت مصر هي الوحيدة الآن حول فلسطين. إنها أمريكا بتدرب، أمريكا تدرب بعض العناصر السورية في الأردن عشان تدخلها يبقوا دول تبع أمريكا، عشان إذا انتهينا من بشار ونظام بشار يبقى الأمريكان لهم يد في التشكيل الجديد، ولعلهم بيدربوا حد زي كرزاي كده لأفغانستان الآن. نعم. فأمريكا طبعا يهمها أمن إسرائيل ويهمها مصالحها القومية. نعم. ما يهمهاش مصلحة مصر ولا مواطن مصر. نعم. أما الاستقرار عشان إسرائيل تنعم بالهدوء. نعم. وأنا أرجو أن أكون مخطئا نعم. في تحليلي. طب السيناريو الرابع وهو يعني انت شايفه الاخطر من وجهة نظرك او الافزع، يعني حضرتك شايف ممكن بنسبة كام يتحقق في ظل هذا؟ ما انت شايف ان فيه بتقول فشل يا سيدي أحمد الزند الآن ألم يطلب من نادي القضاء العالمي نعم انهم يجوا يحضروا بكره المؤتمر؟ نعم. بالفعل هيسلمهم وهيسلمهم. الانتهاكات. أليس هذا خطوة في تدويل الأمر في مصر والوضع في مصر؟ يعني أنا يعني خيالي قد يراه الناس خيالا، إنما أنا أراه واقع مبني على حسابات دقيقة. أنا أحسب حساباتي بشكل جيد، وما يعني أظنه الآن قد يقع بعد سنة، سنتين، 3، 4، 5 على الأكثر يعني. بس هل ممكن يعني ما نخليش السيناريو ده يتحقق؟ هل في إيدينا أو في حل خروج من الأزمة دي؟ في إيدينا نعمل كل حاجة. إذا حققنا السيناريو الأول، إذا طلع مرسي اليوم وقال يا شعب مصر العظيم، يا أيها المعارضة اللي بيحبنا واللي بيكرهنا، أنا أعدكم من الآن إن أنا أدرس المشاكل، ويبدأ بتشكيل لجان قومية لا تنتمي إلى تيار واحد أو مجالس قومية تشرف على الأداء وتتحاور حوار ليس كحوار الرئاسة الفاشل اللي عملوا 8 جلسات، إنما حوار حقيقي. اعتبرته فاشل على الرغم إن هو بيقول لك أنا وجهت للمعارضة، أنا بقول لهم تعالوا اقعدوا معايا. حل المشكلة، ما هو ده غلط. أنت سيب مؤسسة مختصة زي جامعة من الجامعات هي اللي تدير الحوار وأنت استفيد بالنتائج. الحوار ده يجب أن يستمر شهر على الأقل. نعم. عشان الناس تاخد وتدي وتحب بعضها وياكلوا مع بعض ويشربوا مع بعض، ولا قيود على الحوار. هم يضعوا أجندة ويعملوا كل شيء للحوار ويبقى فيه أريحيات. صح. حتى يجيبوا باسم يوسف يطلعهم من الغم شوية ومن البلوى اللي احنا فيه. نعم. مفيش حرج. يبقى الناس عندها، هي الناس بتروح الشواطئ والبلاجات ليه؟ عشان تخرج شوية، بترفع، تخرج من الهم والغم. إذا دعوة للخروج من الهم ولا أيوة. أيوة. نعم. لو عمل هذا الحوار الوطني أنا مؤكد لك إن الدنيا هتهدي. نعم. إنما إن أنا أعمل صراع أيا كان المخطئ والمصيب، أنا ما عنديش ملفات ولا مؤسسة أقعد أدرس كل حاجة وأقول ده صح وده غلط. مشكلة مع القضاء، مشكلة مع الأحزاب السياسية، مشكلة مع العلمانيين، مشكلة مع التكفيريين، مشكلة مع الجيش وخطف الجنود. المشاكل دي كلها عايزة اللي يفكر بهدوء جدا في حلها. نعم. احنا من أهم المشكلات عندنا يا رامي إن ما عندناش مؤسسة وطنية للتفكير تفكر
حلوة في دي. مستقبل هذا الوطن. مؤسسة وطنية للتفكير. ما ما تكونش تيجي من نأسسها، إسلاميين ولا تتأسس يا إيه. دكتور، لازم تأسسها دي يا دكتور. والله مؤسسة تفكر في مشاكل الوطن ومستقبل الوطن وكيفية الخروج من الوطن. وأنا أبشرك، أنا جيت امبارح من بيروت، كنت في اجتماع يوم الخميس والجمعة للجنة اسمها لجنة المساعي الحميدة، لجنة عالمية تشكلت، وعدد كبير من العلماء 50 شخصية من العلماء والمفكرين، وإحنا معاهم تنظر في المشاكل القائمة على الساحة الإسلامية وستحاول طرح بعض الحلول. ده جميل. إنما ما يكفيش. أنت محتاج بلد زي مصر بقدراتها وإمكاناتها تبتدي تفكر هي بنفسها إزاي تحل مشاكلها. صح. وأول شيء زي ما قلت لك مجلس قومي للتفكير أو وطني وللحوار نعم. الدائم المستمر لمعالجة المشكلات قبل أن تتفاقم. نعم. وإلا وجدنا الأمريكان على رأسنا. إن شاء الله يا رب ما يجوش. آمين. دكتور كمال، لو جاء شباب بتوع حملة تمرد وقال لك احنا عايزينك تبقى معانا، هتوافق ولا لا؟ قالوا لي 100 مرة. اه. قالوا لي في كمشيش من شهر أول ما طلعت الحرب، وقالوا لي في نقابة الصحفيين. قلت لهم يا أولاد يا أحبابي أنا موافق على أهدافكم وأنا معكم في هذه الأهداف، إنما أنا أساءني الاسم اللي اخترتوه. أساءني الاسم اللي اختاروه، ويا ريتهم يعدلوا الاسم، ويا ريتهم زي ما قلت لهم في نقابة الصحفيين كان في فيلم بتعمله ألفة أفلام فريلانس، كانوا اللي يوقعهم يطلبوا منهم انهم ينزلوا ميادين التحرير حتى في بلادهم في يوم معين زي 30 يونيو. نعم. بغض النظر عن انه يركب ويجي ميدان التحرير. اللي وقعوا من الجامعات ومن البلاد اللي حوالينا يجوا يوم 30 يونيو التحرير عشان يثبتوا انهم وراء هذه المطالب بحق. نعم. واللي في البلاد التانية في اسكندرية وفي السويس وفي بورسعيد وفي سينا يقفوا في نفس اليوم. وليكن هناك نوع من التحدي. إذا جمعوا 15 مليون أنا متأكد أن مرسي يجب أن يقول للشعب دعونا نذهب إلى نعم. جولة انتخابات جديدة. نعم. طيب دكتور، المعارضة بقى وأداء المعارضة وخاصة جبهة الإنقاذ، هل ترى أنها مجرد أنها تدعو لمليونيات وأنها تخاطب الناس بالنزول إلى الشوارع، أم أن شايف أنها ليها تواجد على الأرض بتحاول تعمل حاجة، أو أنها نفسها تعمل حاجة؟ رأي حضرتك؟ في ما جبهة الإنقاذ دي زي ألوان الطيف برضه فيها من كل الألوان. فمنهم ناس لهم مصداقية وقيادات لها مصداقية، ومنها قيادات فكرية فلسفية ملهاش صلة بالشارع، إنما عقلية جميلة وكانت ثورية وساعدت على التغيير زي البرادعي مثلا. إنما التواجد لسه ضئيل والاتصال بالشعب بسيط، ولازم ينزلوا إلى الشعوب إلى القرى إلى العزب ويعملوا مؤتمرات وندوات مستمرة ويطرحوا رؤية. أنا لما أقول إن مرسي ما عندوش رؤية للمشاكل زي ما قال محمد فؤاد قضى الله مستشاره، أنا ما دام مهتم بالأمر السياسي لازم يكون عندي رؤية كيف تخرج البلد من هذه المشكلة.